فضيلة الإمام، انتهينا في الحلقة السابقة من إثبات السنة النبوية المشرفة من القرآن الكريم، ولكن قبل أن ننتقل إلى إثبات حجية السنة من السنة ورد إلينا تساؤل من بعض المشاهدين حول كلمة المبين والمبين التي تم ذكرها في الحلقة السابقة. نريد التوضيح من فضيلتكم لبعض المشاهدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. فهذه جملة هي جملة بسيطة، ولكن تعتمد على دراسة اللغة العربية في الفرق بين اسم الفاعل واسم المفعول. أنا قلت أن في إثبات أن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم هي مصدر من مصادر التشريع يأتي ثانيا بعد مصدر القرآن الكريم. نعم. واستدللنا على ذلك بأن في آية ما أرسلنا إلا بلسان قومه ليبين لهم، أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم مبين للقرآن، أظن مفهومة. القرآن هنا يسمى مبين. نعم. يسمى مبين، والنبي مبين كأنه هو المدرس. نعم. وطبعا له المثل الأعلى في ذلك، كأنه المدرس، وكأن القرآن الكريم ولله المثل الأعلى هو الكتاب. نعم. اللي هيشرحه. ولله المثل الأعلى، هذا هو الشارح وهذا هو المشروع. الشارح والمشروع بالضبط. نعم. أو مبين ومبين. نعم. فالتبيين الذي يقوم به النبي صلى الله عليه وسلم هو الشرح الذي يبين النص القرآني الذي هو المبين. نعم. والذي يقع عليه البيان. فطبعا ده اسم مفعول واسم الفاعل. ونحن نتمنى والله لو أن اللغة العربية في المدارس التربية والتعليم يعتنى بها، لأن هذه أساس وركيزة من ركائز الأمن الوطني القومي لأي شعب من الشعوب. نعم. وأنا قرأت اليوم أن ستكلف المدارس الخاصة أو الأجنبية بتدريس اللغة العربية منذ أعتقد السنوات الابتدائية الأولى نعم. أو رياض الأطفال. هذا لا بد منه حقيقة. أما أن ينشأ عندي الطالب تستولي عليه أو البنت أو الطفل أو الطفلة ويدخل مدرسة أجنبية ويعتنى بلغة هذه المدرسة اعتناء كاملا، نعم. وتهمل اللغة العربية عن قصد، هذا ما حدث أيام الاستعمار ويتكرر حدوثه الآن. وإن شاء الله احنا عهدنا بالقائمين على التعليم في مصر والتربية والتعليم العالي أنهم منتبهون إلى هذه المشكلة الخطيرة. نعود إلى الآيات التي أثبتت أن النبي صلى الله عليه وسلم أسند له دور التبيين، وأنه نزلت عليه القرآن وفيه الحكمة، وقلنا أن الحكمة هي السنة. وقلنا أيضا أن القرآن أمر الناس باتباع النبي صلى الله عليه وسلم وبطاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وطاعته في إيه؟ فيما يأمر وفيما ينهى. سوف يأمرنا بكلام يقول افعل، وينهانا بكلام يقول لا تفعل. نعم. مجموع ما يأمرنا به وينهانا عنه هو هذه السنة، ولها نفس الحجية. هم يبدأون يقولون القرآن يكفي المسلم وليس بملزم بما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. شيء غريب. طيب ده أنت لو أقصيت لو جنبت السنة أو شككت في السنة وتسمي نفسك القرآني لا تفهم القرآن، لأن القرآن في أمور كثيرة يأتي بعموميات، أحكام عامة. نعم. تيجي تبحث فيها عن هل المراد بها ألف؟ ممكن. هل المراد بها باء؟ ممكن. هل بتعرف نفسك فيه. إنما تيجي القرآن يقول الكلام ده هنا مقصود به كذا ومقصود به كذا إلى آخره. طبعا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم مفسرا زي التفسير اللي عندنا بدءا من الطبري ولا كذا وترك لنا مجلدات، إنما ترك لنا كلاما سجل. طبعا ودي قصة جاية إن شاء الله، ولتوضيح القرآن الكريم. نعم. ولاستدلال أو تحديد أو تشخيص
القضايا التي تحدث عنها القرآن الكريم حديثا عاما لا يشخصها. نعم. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليشخص. سنضرب أمثلة كثيرة. من آخر أنا ما وصلني من كتاب رسالة جامعية كبيرة يعني حديث جدا عجيب والله، العقوبات التي استقلت بتشريعها السنة النبوية، حوالي يعني مئات القضايا التي استقلت. هذه العقوبات ليست مذكورة في النص القرآني. ليست مذكورة في القرآن الكريم. كل هذا الكتاب فيه هذا ده يعني والله يعني مش عايز أقول شكرا للقرآنيين، لأنهم فعلا بعثوا في العلماء الحقيقيين الغير على أن يكتبوا ويؤلفوا المهم النوع الثالث برضو من الآيات اللي هو يدل على وجوب اتباعه صلى الله عليه وسلم في جميع ما يصدر عنه، وأن هذا يدل على محبته، محبته واجبة. نعم. فمنها قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. نعم. طب يتبعوه في سماع القرآن فقط، ولا يتبعوا فيما يقول وفيما يفعل وفيما يحرم وفيما يحلل. أيضا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وآيات كثيرة جدا. نعم. يضيق عن ذكرها المقام. إذن هذه هي الآيات التي وردت في أن يعني النبي صلى الله عليه وسلم له دور المبين والمعلم، وهو دور آخر غير دور تلاوة القرآن وتبليغه إلى الناس. بعد ذلك نعود إلى الاستدلال على حجية، وده شيء يعني عجيب شوية. فالسنة تحفل بدلالات كثيرة جدا في أحاديث يعني قد لا أيضا لا يتسع لها المقام بالفعل، تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي أخبر عن نفسه، طبعا هو الذي يقول. نعم. أخبرنا في حديث نبدأ به يعني هذه السلسلة بأنه أوحي إليه القرآن، وأنه أوحي إليه أيضا شيء مثل القرآن. سبحان الله. طبعا يعني أوحي إليه أمران، القرآن أو الكتاب سماه كتاب، وأمر آخر. ويعني هذا الذي أوحي إليه القرآن سماه وحيا، وأيضا الآخر قال أوحي إلي كذا. نعم. فالآخر موحى إليه كما القرآن تماما، لكن الفرق حنرجع مرة أخرى أن هو الذي أوحي إليه يعني مؤقتا هو السنة، أو هو ما سيقوله للناس في نعم. تفسير الوحي الأول. يبقى عنده وحيين، القرآن وتبيين القرآن. تبيين القرآن هو السنة. نعم. وهو وحي أيضا. نعم. وهو وحي أيضا، سواء كان وحي بإلقاء في النفس أو وحي بأنه هو معصوم وأنه قال عنه إن هو إلا وحي يوحى. نعم. ولا ينطق عن الهوى وما ينطق عن الهوى. نعم. فإذا في أكثر من آية تقول له خد لبالك الكلام اللي بيطلع منه ده مضمون 100% صدقه، وأنه حق وأنه صدق. وهو حتى قال لأحد أصحابه اكتب فوالله لا يخرج من هذا، وأشار إلى فمه الشريف، من هذا إلا الحق. نعم. قال عن نفسه هذا. فإذا عندي وحي القرآن ووحي السنة، لكن يختلف. وحي القرآن طبعا اللي قلنا عنه هو المتلو وهو المعجز وهو كذا وكذا وكذا، لكن وحي السنة ليس كذلك. طيب الوحي ده إيه؟ وحي السنة. السنة وهذا أيضا سوف نتعرض له، لها يعني موقف من القرآن يعني أكثر من موقف. نعم. كما قلنا ممكن تأتي مؤكدة للقرآن الكريم، وممكن تأتي مبينة لما هو غير واضح. نعم. أو غير محدد، ممكن يتحددوا للقضايا العامة أو القضايا العامة. نعم.
ممكن في قضايا عامة تخصصها، نعم، أو في قضايا مجملة أيضا تحددها، بل ممكن تضيف من عندها قضايا جديدة، نعم، قضايا جديدة سكت عنها القرآن الكريم. ولا نتعرض للخلافيات في هذا، ولكن يعني نبدأ بالحديث اللي هو هذا الحديث الذي يعني لا أدري ماذا يقول عنه هؤلاء القرآنيون. الحديث طبعا رواه أبو داود والترمذي أنه صلى الله عليه وسلم قال: ألا دي لما تأتي في بداية الكلام دائما احنا حافظين في النحو أنها ألا أداة تنبيه. إذا كان يريد أن يعني يتعرض لكلام خطير لازم ينبه الأذهان، يلفت انتباه الحاضرين، يلفت انتباه يعني ما سأقوله كلام غير عادي، إنما الكلام فيأتي بكلمة ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. ده لو جبت واحد تلميذ في 6 ابتدائي يعرف أني أوتيت أن الله آتاه الكتاب ثم آتاه شيئا آخر عبر عنه بأنه مثل الكتاب. نعم. واضح هذا الكلام. وبعد ذلك خذ بالك، والله هذا الحديث يعني فيه إخبار بالغيوب، ثم بعد ذلك كأنه يعلم صلى الله عليه وسلم أنه سيجيء من أمته من يرفض هذا الكلام ويقول: لا، أنت أوتيت القرآن فقط. نعم. ألا يوشك رجل شبعان على أريكته، يعني ألا برضو للتنبيه. نعم. معناها يعني بالكلام الدارج، خذوا بالكم في ناس هتيجي وصفهم بأنه صفة أنه شبعان ومتكئ على أريكته، على أريكته، على كرسيه، على جنبه، على أي شيء، يعني في صفتين: رجل شبعان متخم، وبعدين متكئ يعني مستهتر. نعم. بما يعني لا يجلس الجلسة الصحيحة. هذا الشخص ماذا يقول؟ يقول: عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. نعم. الرجل اللي بيفتنا ده من صفته أنه هو رجل شبعان، يعني رجل عنده فلوس، نعم، عنده جاه، عنده صوت، عنده كذا، معتمد يعني، أو مسنود، سواء مسنود بمال، مسنود بجاه، وده معناها شبعان. مش شبعان يعني ما كانش جعان، لا. نعم. شبعان لأن معروف أن الشبع يعني يغري بالطغيان ويغري بعض شراح الحديث قالوا الشبع يغري بالبلادة، لأن طبعا إذا امتلأت البطنة نامت الفطنة. نعم. ده معروف. ولذلك ناس كثيرين يعني حتى العقاد كان يقول: أنا بعد الأكل أتجنب الكتابة لأنها مربكة يعني. نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم وصفه بأنه شبعان. هل شبعان بمعنى أنه يعني بطنه مليانة وبالتالي لا يفهم جيدا، أو أنه شبعان بمعنى أنه مسنود بمال أو جاه أو سلطان أو الآخر؟ كله ممكن، لأن دي يعني مش على ظاهرها، ده مجاز للتعبير حاجة. وبعدين متكئ على أريكته، يعني رجل غير مسؤول عما يقول، زي الناس اللي تشبع عندنا في بلادنا في جلسة سامر، جلسة ويقول اللي عايز. هذا النبي صلى الله عليه وسلم يحذرنا، يقول: انتبهوا، ده هيجي لكم ده وهيقول لكم: عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. شوف بقى النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله، يعني مباشرة قال: ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي. يعني طبعا عايز يبين له أنه في القرآن يعني في حاجات محرمة عليكم ومش موجودة في القرآن. نعم. أول حاجة الحمار الأهلي. الحمار الأهلي اللي هو المعروف ده، اللي يعني لأنه يعني احنا أحل لنا البقر والغنم، الحاجات الأهلية، إلا الحمار.
وأيضا ولا كل ذي ناب من السبع، يعني محرم عليكم أكل الحيوانات المفترسة اللي هي التي تصطاد فريستها. طبعا لأن فيها شراسة وفي لحمها شراسة، فالناس لو كلوا ممكن يعني يصلوا إلى مرحلة زي كده يعني. نعم. وبعدين الأمر الثالث وده عجيب: ومن نزل بقوم فعليهم أن يقروه، يعني يقدموا له القراءة الطعام. طيب افرض ما قدموش لي، نعم، من حقه أن يرفع قضية ويأخذ أو يحكم القاضي عليهم بأن يعوضوه بقدر ما حرموه من هذا القراءة. سبحان الله. طبعا يعني واجب الضيافة، واجب طبعا يعني. طيب الحاجات دي لو رحنا احنا نشوف في القرآن الكريم ونتكل عليه فقط، الناس دي ممكن لا مؤاخذة تأكل الحمير. نعم. ويبقى طب مش عارف القرآنيين لو اعتمدوا على القرآن فقط هل يبيحون لأنفسهم أكل هذا المحرم؟ أو يعني ماذا يصنعون؟ أو لو امتنع واحد منهم كيف يجادلونه؟ نعم. يعني ما هو سر الامتناع؟ فإذا يعني في هذا الحديث أولا دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤت القرآن فقط، وإنما أوتي مثله معه. بعبارة أخرى لم يؤت وحيا واحدا وإنما أوتي وحيين. نعم. شوف يعني على إني أوتيت الكتاب ومثله وأوتيت مثله معه. طيب إيه القرآن عرفناه، ما الذي أوتيه بعد ذلك غير القرآن؟ هو السنة النبوية. ثانيا هذا الإخبار، هذه معجزة، إخبار بظهر الغيب أنه سيحدث وحدث. هو يمكن حدث في بداية الخوارج، لأن احنا كما تحدثنا في بداية الموضوع ده أن الخوارج ذهبوا هذا المذهب، لكن انتهت القصة 11 قرنا. نعم. ثم ظهرت أخيرا كما قلنا. فالإخبار بظهر الغيب أنه سيأتي أناس من أمته كما قلنا وصفهم وصفا يشير من بعيد إما إلى غبائهم وإما إلى أنهم قوم متخمون ولا يهمهم إن كان كلامهم صحيحا أو غير صحيح. ثم إقامة الدليل على خطأ هؤلاء حين أتبع كلامه. نعم. بأن سرد لنا محرمات أو أنشأ لنا محرمات جديدة غير منصوص عليها في القرآن الكريم. نعم. منها أكل الحمار الأهلي، ومنها كما قلنا مسألة القراءة أيضا أكل محرم علينا أكل كل ذي ناب من السبع، حتى كل مخلب من الطيور، كل ذي مخلب. نعم. من الطيور. هذه الأمور وحنشوف احنا موقف يعني لا يجمع بين البنت وخالتها في الزواج وعمتها، مش موجود في القرآن. نعم. يبقى بناء على كلام القرآنيين ده وأن السنة لا تلزمنا، ممكن واحد يجمع بين بنت وخالتها وبنت وعمتها. نعم. يعني إنما اللي حرم ده أو التحريم ده مصدره السنة، ويجري في نفس الاتجاه أو في نفس فلسفة. نعم. الجمع بين الأختين أو الجمع فلسفة المحرمات من الزواج في الزواج في القرآن الكريم. هذا الحديث هو الذي يعني اخترناه لأنه الحديث اللي واضح جدا في القضية. يقول أنا عندي وحيين، القرآن والسنة، وأن الناس حتيجي وحتقولوا عليكم بالسنة، عليكم بالقرآن واتركوا السنة، وهؤلاء كذابون. والدليل على ذلك أنني أقول لكم الآن حرموا كذا وكذا وكذا وكذا، وهذا ليس موجود، أو تحريمه ليس مصدره القرآن وإنما مصدره السنة النبوية. هناك أيضا أحاديث أخرى عديدة جدا يعني يصعب حصرها. منها قوله صلى الله عليه وسلم في خطبته على المنبر، ده في يوم غزوة تبوك،
قال: يا أيها الناس إني ما آمركم إلا ما أمركم به الله. سبحان الله. ولا يعني الذي أحرمه حرمه الله، أنا مبلغ عنه فقط. إلا ما أمركم به الله ولا أنهاكم إلا عما نهاكم الله عنه فأجملوا في الطلب، يعني في طلب الرزق. فوالذي نفس أبي القاسم هو صلى الله عليه وسلم بيده إن أحدكم لا يطلبه رزقه كما يطلبه أجله، فإن تعسر عليكم منه شيء فاطلبوه بطاعة الله عز وجل سبحانه وتعالى. يعني ألهمه ويعني أعطاه فصاحة عجيبة جدا، وأعطاه يعني شيئا تميز به: أوتيت جوامع الكلم. نعم. دي جوامع الكلم. يعني هو طبعا بيقول لهم: أنا ما أمركم به، ما تفتكروش ده شيء من عند نفسي، إنما هو شيء أمر الله به، وما أنهاكم عنه شيء نهى الله عنه فأجملوا في الطلب. ويبدو أنه كان يعني في ناس تسأل عن الرزق أو عن كذا أو كذا، وقال إن الرزق يطلب صاحبه. نعم. وكذلك الأجل، فأجملوا في الطلب. يعني أجملوا في الطلب بمعنى أن لو كان يعني الواحد رزقه قصير أو تعثر شيء من زي ما يقول، يطلبه بعزة النفس وبالاعتماد على الله. نعم. وبسؤال الله سبحانه وتعالى، لا يذل نفسه، لأن المؤمن لا يذل نفسه أيا كان، لأن المحصلة واحدة. طبعا ما هو خلاص يطلبه هو محدد. نعم. فما فيش داعي في الأمر المحدد أن تلجأ إلى غير الله ويريق الإنسان ما وجهه، وقد يعني يجيبه أو لا يجيبه. نعم. فهو هذا الحديث فيه يعني المؤمن يتعلم العزة. نعم. فالجأ إلى الله سبحانه وتعالى، واسعى طبعا، واسعى وده معروف، وما يأتيك هو الذي قسمه الله لك. يعني لا نقول ارضى وتنام ولا تسأل وكذا وكذا، لا، عليك أن تسعى طبعا بطريق حلال. نعم. لكن تثق في أن هذا بيد الله سبحانه وتعالى وحده، وذلك تلجأ إلى الله، اطلبه بطاعة الله عز وجل. حديث آخر: تركت فيكم ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنة نبيه. نعم. احنا مش عارف يعني عايزين ايه تاني اكتر من عشان يقولوا لنا ان السنة دي كالقرآن الكريم مصدر من مصادر التشريع. برضو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: كان يكتب كل شيء يسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد حفظه. يعني كان يسمع حاجات كتير، وكان في حاجات عايز يحفظها علشان يبلغها للناس، فكان يكتب كل شيء. فطبعا رأته قريش يكتب هذا، فقالوا له: إنك تكتب كل شيء تسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله بشر، يعني لكنه بشر يتكلم في الغضب ويتكلم في الرضا. يعني مش كل كلامه، عايز يقول كده، مش كل كلامه نقل، وكأن يعني له أحوال مثلنا. يعني حين يبلغنا إنما كلامه العادي ده هتكتب ليه؟ ما ليش يعني مش ملزمين به. فقال لعبد الله بن عمرو: اكتب، فوالذي نفسي بيده ما خرج منه، وأشار إلى فمه، ما خرج منه إلا حق. هذا هو يعني ما ورد في القرآن الكريم من آيات، وما ورد في السنة من أحاديث صحيحة تثبت أن السنة هي المصدر الثاني مباشرة بعد القرآن الكريم في تشريع الله لأحكامه للناس. نعم. شكرا فضيلة الإمام، ونستكمل في الحلقة القادمة بإذن الله.